السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلي البطل، الأهلي أحسن، الأهلي أمهر، الأهلي نجومه أوفر، لكن مباراة الليلة ضد الزمالك مش سهلة. 3 حاجات ممكن تصعب قوي الماتش علينا، ركز وانت بتتفرج. أول حاجة الثقة الزايدة عند اللاعبين اللي ممكن تتحول لاستهتار. تاني حاجة الأخطاء العجيبة اللي شفناها من لاعبي الأهلي في الماتشين الأخيرين ضد الإسماعيلي وضد الاتحاد، سواء في التمرير أو في المراوغة في نص ملعبنا. فيش مانع تغلط أبدا في التمرير والمراوغة في النص ملعب التاني، إنما في نص ملعبنا الكرات المقطوعة خطر قوي علينا. تالت حاجة طبعا متعودين عليها التحكيم، سواء من محمود البنا، سواء من المساعدين، سواء من طاقم الفيديو. الليلة الساعة 8:30 مساء من استاد القاهرة، الأهلي والزمالك مباراة مؤجلة في الدوري العام، البطولة اللي الأهلي حسمها من فضل الله لمصلحته باللقب 43 قبل 5 مباريات من نهايتها. التفوق الساحق للنادي الأهلي مضمون، ولكن في مكان واحد، هو المدرجات. تفوق جمهور النادي الأهلي ساحق على جمهور الزمالك بهتافات تم إعدادها بمنتهى الدقة والعناية. أهمها يا زملكاوي اوعى تنام، خدنا الدوري وخدنا إمام. غير ساتالانا دي ساتالانا دي اللي إن شاء الله هتبقى هي الغنوة التقليدية في معظم أوقات المباراة. السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي خد معاه 22 لاعب للمعسكر، نفس القائمة بتاع الماتشين اللي فاتوا، الإضافة الوحيدة أحمد نبيل كوكا. كولر قبل المباراة مباشرة هيستبعد 2 منهم، حارس المرمى الثالث وأحد اللاعبين من القائمة. قائمة الأهلي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في حراسة المرمى، محمد هاني وعلي معلول وخالد عبد الفتاح في الجانب الدفاعي، محمد عبد المنعم ورامي ربيعة وياسر إبراهيم في قلب الدفاع، اليو ديانج ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا في ارتكاز الوسط، مجدي قفشة وأحمد قندوسي ومحمد فخري في المهاجم المتأخر، بيرسي تاو وطاهر محمد طاهر ومحمد الضوي كريستو وحسين الشحات وأحمد عبد القادر للجناحين الأيمن والأيسر، ورأس الحربة بين محمود كهربا ومحمد شريف. الزمالك مع مدربه الكولومبي أوسوريو اتحسن كتير في الآونة الأخيرة. لازم تعرف المنافس بتاعك ولازم تقيمه التقييم الصحيح. مهم جدا نتكلم في الزاوية الفنية للزمالك، عشان كده أنا متأكد إن أوسوريو بطريقة تفكيره مش هيبدأ أبدا بشيكابالا في التشكيلة الأساسية. أولا لضمان سرعة فريقه في مواجهة النادي الأهلي، ثانيا عشان يخليه ورقة رابحة لو النتيجة ما كانتش في صالحه في الشوط الثاني. غالبا تشكيلة الزمالك هتبقى محمد صبحي في حراسة المرمى، و3 في قلب الدفاع هيبقى حمزة المسلوسي ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد. بيلعب في الناحية اليمين بمحمد طارق وفي الناحية الشمال بأحمد أبو الفتوح، مع حرية كبيرة 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 لأحمد أبو الفتوح. قدامهم إبراهيم نضاي وأشرف رؤى وزيزو ونيمار، سيد نيمار، ورا سيف الدين الجزيري. لكن أحمد أبو الفتوح هيكون الورقة الرابحة لفريقه في حرية الحركة، لأن اللي شاف المباراتين الأخيرتين للزمالك شاف أوسوريو بيحرك أحمد أبو الفتوح في وسط الملعب، بيديله دور صانع الألعاب تحت سيف الجزيري وتحت زيزو وتحت نيمار وقدام نضاي وقدام رؤى. خطورة الزمالك مش بس في أحمد أبو الفتوح، خطورة الزمالك في استغلال المساحات على جانبي الملعب.
في الجانب اليمين محمد طارق ومعاه كمان إبراهيم نضاي، وفي الجانب الشمال أحمد أبو الفتوح ومعاه كمان في الناحية الشمال سيد نيمار. الزمالك الحقيقة بيستغل المساحات بشكل كويس في جانبي الملعب. كمان الزمالك بعامل طريقة لعب بتدي مساحة خالية أو بتخلق مساحة خالية لأحمد سيد زيزو في الأمتار اللي أمام منطقة الجزاء عشان يستلم مرتاح ويلف ويدور ويشوط، وجاب أكتر من جول بالطريقة دي في الماتشات الأخيرة. لكن الزمالك عنده مشاكل لا حصر لها على الصعيد الفني. أول حاجة، الزمالك بيرتبك جدا وبسرعة مع أي ضغط عالي أو أي ضغط جماعي على خط الدفاع، ومش بيعرف يخرج الكرة صح، وبتتقطع منه كتير وبتتعمل عليها هجمات مرتدة في منتهى الخطورة. ثانيا، عمق الوسط في نادي الزمالك أمام منطقة جزائه غالبا بيبقى فيه ثغرات، وده يساعدنا على التسديد. لازم ديانج يسدد، لازم قفشه يسدد، لازم لاعبي الأهلي اللي يتواجدوا في هذه المنطقة محمد هاني لابد يسددوا. مهم جدا مروان وديانج يركزوا في المساحة اللي أمام منطقة جزاء الأهلي علشان ما يدوش فرصة لزيزو للاستلام أو للتسديد. زي ما قلت لكم في بداية الكلام، الأهلي أقوى والأهلي أحسن والأهلي أمهر والأهلي بنجومه أوفر، لكن الماتش عايز جدية كبيرة كبيرة كبيرة. قائمة الزمالك ما فيهاش 2 من المحترفين اللي الزمالك دفع فيهم بالدولار. ما فيهاش البنيني سامسون أكينيولا اللي هيشوف الماتش في بيته مش حتى في المدرجات، وكمان أحمد بالحاج المغربي اللي خدوه إعارة من نادي أسوان، وكانت النتيجة إن أسوان في موقف مهدد جدا واحتمال يهبط للدرجة الثانية بعد ما استغنى بخيابة عن أهم لاعب في خط الوسط للزمالك على سبيل الإعارة، والفلوس اللي راحت فيه ولا فرقت مع نادي أسوان. إنما قبل ما الماتش يبدأ في مخالفة ولا أبشع من نادي الزمالك، مخالفة صارخة، تحدي للقانون، تحدي للوائح، استهتار عجيب من نادي الزمالك بالدولة، الكيان دولة مصر، استهتار عجيب من نادي الزمالك بالحكومة وبالقضاء وبوزارة الرياضة وباتحاد الكرة وبكل الجهات. نادي الزمالك أرسل كشف اللي بيضم 25 شخص اللي هم أسماء المسؤولين الكبار في نادي الزمالك إلى اتحاد كرة القدم، واللي بيصرح لهم بدخول مقصورة الاستاد دون تواجد تذاكر معهم. كل نادي ليه 25 شخص من إدارته ومسؤولين. نادي الزمالك أرسل الكشف ده وعلى رأسه في المركز رقم 1 مرتضى منصور بصفته رئيس نادي الزمالك. كلنا عارفين بعد سجن مرتضى منصور صدر 6-7 قرارات بالعزل، آخرها من المحكمة الإدارية العليا هذا الأسبوع. طبعا هذا التحدي وهذه المخالفة تستوجب عقوبة بالغة الردع، مش مجرد شطب اسمه من الكشف وإعادة الكشف لنادي الزمالك ب24 شخص بس مسموح لهم الدخول ما فيهمش مرتضى منصور. لا، مش ده. لازم يبقى في عقوبة على مجلس إدارة الزمالك، لازم يبقى في عقوبة على اللي وقع هذا الخطاب وحط ختم نادي الزمالك عليه، لازم يبقى في عقوبة على المؤسسة اللي اسمها الزمالك بهذا الاستهتار البشع بالدولة. من ضمن حالة الانحراف اللي بيعيشها نادي الزمالك في السنوات 10 الأخيرة مع المختل، أمس ظهر على شاشة قناة الزمالك المذيع الرئيسي عندهم خالد الغندور وقال بالحرف الواحد، قال اللاعب ديانج موقوف بس الأهلي هيلعبه، وقال جمهور الأهلي هيدخل أكتر من جمهور الزمالك، وقال كمان وده الأهم وده اللي أقف عنده، قال إن الأهلي اختار حكام الماتش. لما تبقى كذاب وضلالي بلاش تبقى غبي. ادرس، اقرأ، شوف، افحص.